سمعت صوت القرمشة بتاعة العيش الباجيت أو العيش الفرنساوي. العيش ده من أحلى العيش اللي ممكن تاكلوه. تعالوا بينا نعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هنا أنا عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعندي معلقة كبيرة من السكر، وعندي معلقتين من الدقيق. بخليهم ميكس كده مع بعض مع مية دافية دافية ما تكونش سخنة لحد ما يخمروا ويعملوا التفاعل بتاعهم. بسيبها لمدة 5 دقايق 10 دقايق على حسب التفاعل بتاع الخميرة بتاعتي. بيكون عندي بولة نظيفة اضيف فيها الخميرة بتاعتي بعد ما تكون طبعا خمرت، وعليهم مقدار الدقيق ورشة ملح، وابدأ ان انا اعجن. واول ما العجينة بتاعتي تتماسك كده، هي هتكون بتلزق شوية، سيبوها ترتاح، يعني سيبوا العجينة في حالها ترتاح ربع ساعة كده. وهنكرر العملية دي كل ربع ساعة، يعني على مدار نص ساعة بنعملها مرتين، ولو انت بالك طويل شوية خليها 3 مرات مش مشكلة. ابدأ ان انا اريحها تاني واغطيها. بعد ما بتخمر باخد العجينة عندي، انا بقطعها على حسب ما انتي عايزة تقطعيها 3، عايزة تقطعيها 4، عايزة تقطعيها رغيفين كبار، انتي حرة دي يعني بعينيكي انتي اللي شايفة. وابدأ ان انا افردها. عندي نشابة افرد بيها، مش عندي زي ما انا عملت كده دلوقتي، انا فردت بايدي. وابدأ ان انا اتني الاطراف بتاعة العجينة كده لجوه واضغط عليها عشان ما تعملش الرغيف يبقى شكله مش مظبوط. وابدأ ان انا اقفلها واكون حاطة تحتيها يا جماعة، دي ضروري، دقيق السامولينا اللي هو الدقيق زي بتاع البسبوسة. واحطها عندي، اسيب العيش يخمر عادي، وابتدي ان انا اشرطه كده. مش عايزة تشرطيه برضو مفيش مشكلة. الفرن عندي يكون على درجة حرارة وفيه مية، قالب مية، وابدأ ان انا اسويه. اول ما ياخد معايا اللون بقى ده اروح مطلعه. قرمشة في منتهى الجمال وطري من جوه، ومش هتحتاجوا تاني ان انتوا تجيبوه من بره. تعملوا بيه احلى سندوتشات. الف هنا يا رب على قلبكم، بحبكم قوي.